حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عاملين فطار رمضاني اقتصادي جدا وفي نفس الوقت حلو جدا جدا وهيعجب كل الولاد وتغيير من الاكل والتقليدي. عاملين بقى مكرونه بصلصه كده بصوص طماطم حلو جدا جدا، وكمان بيض مدحرج. والبيض المدحرج بقى مدحرجينه كده وحاطين له شويه توابل موديه كده في طعم حلو جدا جدا. وحمرنا جنبهم بطاطس. وكل ده يلا نشوف عملناه ازاي، بس الاول نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ويلا بقى نشوف عملنا المكرونه بتاعتنا دي ازاي. اول حاجه جبت الميه. الميه طبعا لازم تكون بتغلي وانزل فيها بالمكرونه علشان تتسلق، وبحط لها ملح، مش بحط حاجه غير ملح بس، وتتسلق براحتها. وفي الحله التانية حطيت البيض قصادها يتسلق. والمكرونه اهي بتاعتنا بعد ما استوت اهي بقت بالشكل ده. اصفيها بقى على مصفى واشطفها كده، انزل منها النشا وكده تبقى جاهزه معايا. يلا بقى نعمل تسبيكه المكرونه. عندي عباره عن بصلايه مفرومه، وقرن فلفل رومي، وقرن كمان حامي اللي بيحب الحامي. وعندي نص معلقه كده صغيره من الثوم المفروم. وعندي بهارات كمان عباره عن نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، وكمان نص معلقة من الشطة، وكمان رشة من الفلفل الأسود، وعندي ملح، وعندي كمان رشة من السكر. بجيب بقى الحلة بتاعتي وانزل فيها نفس الحلة اللي انا سلقت فيها المكرونة، ما بستهلكش يعني مواعين كتير. وبقلب بقى في البصلاية بتاعتي بالشكل ده لغاية ما تدبل معايا وتوصل معايا للون الذهبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. البصلاية بتاعتنا بقى وصلت للون الذهبي كده، اروح نازلة على طول بالثوم المفروم. ولما اول ما الثوم بينزل كده الريحة بتبقى حلوة جدا جدا. بعد كده بقى بنزل كمان بالفلفل الاخضر زي ما قلتلك. ممكن تضيفي كمان فلفل حامي لو بتحبي الحامي، ولو عندك فلفل الوان برضو ممكن تحطي، بس انا ما كانش عندي، اكتفيت بالفلفل الرومي والفلفل الحامي بس. واقلب فيهم هما كمان كله كده مع بعضه لحد ما الفلفل يبدأ يدبل معايا بالشكل ده كده زي ما انتي شايفة. دبل الفلفل معايا بقى كده، والريحة كمان ايه ما اقولكيش خطيرة. نزلت بقى بالتوابل اللي معايا، الكمون والكزبرة والفلفل الاسود والملح ورشة السكر والشطة طبعا زي ما انتي عايزة. لو بتحبي الشطة حطي، لو مش بتحبي ما تحطيش. ممكن تحطي كمان بابريكا، برضو هتدي لون حلو وطعم حلو كمان للصلصة بتاعتك. بس كده ادي للتوابل كمان تشويحه لحد ما ريحه التوابل كده تطلع معايا. تشويحه التوابل دي بتفرق قوي في الطعم، بتدي كده يعني بتعزز الطعم بتاع التوابل، بتخليه كده يظهر. التشويحه دي بتبقى حلوه جدا جدا. بس كده قلبت بقى كل ده مع بعضه كده، اروح نازله على طول ب حوالي كده معلقتين كبار من صلصة الطماطم الجاهزة. لو ما عندكيش تنزلي بعصير طماطم فريش وتسيبي الطماطم دي لحد ما تتسبك معاكي، تتسبك يعني تتكثف كده وتتقل، والمادة الدهنية تظهر معاكي على الوش. انا بقى حطيت صلصة جاهزة عشان يعني اسرع شوية وهتديني نفس النتيجة. بس كده طبعا عشان دي صلصة جاهزة لازم اقلبها شوية كده على النار علشان الطعم بتاعها يظهر، وكمان عشان المادة الحافظة اللي فيها تروح يعني كده لما افضل اقلب فيها كده. بس كده انا هنا لقيتها تقيلة شوية فحطيت لها نص كوباية مية وقلبتهم كده مع بعض وسبتها غلت زي ما انتي شايفة معايا كده. وبس كده خلاص الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة، احلى صلصة مكرونة ممكن تعمليها. بعد كده البيض بتاعي 10 دقايق بالظبط وكان استوى معايا وقشرته بالشكل ده، وكمان قطعت بطاطس صوابع، ريت لو قطعتيها كلها بحجم واحد زي ما انت شايفه معايا كده. بعد كده بقى هحضر التوابل اللي هحطها على البيض لما اجي ادحرجه. بجيب كده فلفل اسود، وعليه كمون، وعليه كمان كزبره ناشفه، وبحط كمان ملح، وبقلب كل ده مع بعض.
وكمان انا حطيت هنا كمان رشة شطة كده برضو علشان تديني طعم كده ايه حرش كده وحلو جدا. بس كده التوابل بتاعتي بقى جاهزة اهي. انا هنا كنت حطيت بقى زودت الشطة بالشكل ده، وهروح بقى احمر البطاطس بتاعتي. طبعا الزيت يكون سخن، وانزل بالبطاطس في الزيت لحد ما، واسيبها لحد ما تتحمر معايا. زي ما قلت لك كده، شايفه البطاطس كلها متقطعه حجم واحد. حاولي تظبطي التقطيع بتاعتك عشان يبقى الشكل في التقديم حلو جدا. هسيب بقى البطاطس تتحمر، واروح للصلصه وانزل عليها بقى بالمكرونه اللي انا طبعا اتسلقت وشطفتها كده ونزلت منها النشا. وبعد كده برجع احطها على الصلصه واقلبها بقى، واخلي الصلصه تدخل كده في المكرونه كلها وتتقلب كويس جدا كده لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. كده المكرونه بتاعتنا بقت جاهزه وخلصت. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا، والصوص ليه طعم كده وريحة مميزة جدا. بعد كده بقى هجيب طاسة واحطها على النار، واحط بقى عليها معلقة كده من السمنة البلدي، وانزل بقى فيها بالبيض، وابدأ ادحرج البيض بالشكل ده زي ما انتي شايفة معايا كده، وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون معايا ويلون كده، وياخد اللون والتحميصة بتاعة البيض المدحرج عشان يديني احسن نتيجة. البيض المدحرج كده بيبقى ليه طعم حلو جدا، وبيبقى ليه كمان شكل حلو جدا. بصي بقى ابتدى يلون معايا ازاي. اهم حاجة ان انا افضل اقلب فيه ادحرج فيه كده في السمنة علشان ما يبقاش لون من واخد لون من ناحية والناحية التانية لا، يبقى كده متلون من الناحيتين. بس كده اهو اتلون معايا كده وبقى شكله حلو جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنزل بقى برشة كده من التوابل اللي انا عملتها، واديله تقليبة كده سريعة، وبعد كده خلاص اطلعه. وكده كمان البيض بقى جاهز معايا. وبعد ما بطلعه بديله برضو رشة من التوابل علشان يبقى طعمه حلو معايا. بعد كده بقى هروح للبطاطس. بصي اتحمرت بقى واخدت اللون الذهبي بالشكل ده. هبدأ بقى في ان انا اطلعها خلاص من الزيت، وارش عليها برضو ملح وكمون وفلفل اسود عشان طعمها هي كمان يبقى حلو جدا معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بعد كده بقى الأكلة بتاعتنا خلصت، سريعة سهلة لطيفة جدا حلوة جدا اقتصادية جدا، وفطار رمضاني لذيذ جدا ومختلف. وكمان في نشويات زي ما انت شايفة كده معايا، المكرونة والبطاطس، في بروتين اللي هو البيض. ممكن كمان تعملي كده طبق سلطة جنبهم، ويبقى كده عملتي وجبة متكاملة واقتصادية وحلوة جدا. كل الولاد بتحب المكرونة، فحطي جنبها البيض كده بروتين لطيف جدا وبرضو اقتصادي. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم، وهستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. يلا بقى باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.